عيد مبارك. اهو شايف عيد مبارك دي اللي بقت خلاص بتستخدم في الانجليش زيها زي العربي بالظبط. هي دي الطريقه اللي الكلمات العربي دخلت بيها اللغه الانجليزيه وبقت جزء منها. يعني مثلا انا لو قلت لك انا عايزه كوفي وعليها شوجر، انا بتكلم عربي. في كلمات كتير اصلها عربي زي مثلا كلمه كوفي، كوفي جايه من كلمه قهوه. القهوه العرب اللي اكتشفوها، واليمن كانت اول بلد في العالم بيصدرها ومن هناك راحت لكل الدنيا. شوجر اصلها سكر، العرب مش بس زرعوه، دول نشروا الكلمه كمان. سوفا من صفة، يعني مكان الراحة واللمة، زي قعدة العيد كده بالظبط، ودي كانت حاجة متعارف عليها في البيوت العربية، القعدة. الكحول جاية من الكحول اللي كان بيستخدم في الطب والتجميل زمان، والكلمة اتحولت تدريجيا للي نعرفه دلوقتي. تعرف اللي هي تعريفة، وده مصطلح تجاري عربي دخل أوروبا عن طريق التجارة البحرية العربية. أما بقى مجازين فأصلها مخزن، مكان لحفظ المعلومات أو الذخيرة، واتطورت لحد ما بقت المجلات اللي بنقراها دلوقتي. اللي ناس كتير مش عارفاه ان تاثير العرب على الغرب ما كانش بس في اللغه، العرب علموا اوروبا الجبر والطب والفلك والخرايط. اول مستشفى حقيقي في التاريخ كان في بغداد في عهد هارون الرشيد، واساس كلمه الجوريثم جايه من العالم العربي الخوارزمي. حتى ارقامنا اللي بتستخدم في الانجليش Arabic numerals، يعني وانت بتقول هابي عيد وبتفطر مع اهلك وقاعد معاهم على السوفا، انت مش بس بتحتفل، انت بتتكلم عربي حتى لو بالانجليزي.